البنت الصغيره اشارت بايدها كده عادي، فجاه كوم طوب مرمي على الطريق اتحول ذهب. امها اللي كانت واقفه جنبها ما كانتش مصدقه، على طول مسكت حته ذهب وعضتها باسنانها، ولما اتاكدت ان الذهب حقيقي حضنت بنتها بشده وقالت لها يا نهار ابيض انت بجد معجزه. البنت ضحكت بفرحه وقالت لمامتها انا بس عارفه شويه افكار، اللي مش معروف ان العالم ده مليان افكار، بس قليل اللي يقدروا يحسوا الموضوع ده. والبنت دي كانت من اكتر البني ادمين موهبه، قضت 5 سنين بتتدرب لوحدها في اكاديميه، بس من شويه حست ان العالم الحقيقي هيتهاجم من الناس ومامتها ممكن تتوفي في المستقبل، فقررت تسيب الاكاديميه وترجع تنقذها. واول ما رجعت لقت واحد بيعامل امها وحش. الحقيقه ان امها كانت عايشه حياه صعبه، جوزها وحماتها كانوا دايما بيعاملوها وحش، والنهارده جوزها جاب صاحبته البيت. الام اتعصبت وطلبت الطلاق، والجوز وافق بس بشرط تسيب له كل املاكها. الام رفضت بشجاعه، لكنه خد منها الكارت البنكي اللي فيه $1,000,000. حماتها وصاحبته مسكوا الكارت وقالوا لها اطلعي بره دلوقتي، بس الام كانت مصممه ما تتنازلش عن فلوسها. ساعتها البنت الصغيره وصلت في اللحظه المناسبه، بكلمتين هزمتهم بسهوله. الام بصت لها مندهشه وسالتها انت مين؟ البنت ابتسمت وقالت انا بنتك. الام افتكرت على طول من 5 سنين كانت فعلا فقدت بنتها بالصدفه. جريت حضنتها بدموع. البنت قالت لمامتها الناس قربت تهاجم الارض، لازم نجهز مؤن كتير عشان نعيش. الام صدقتها من غير نقاش بعد ما شافت كل اللي فات، وقررت تجهز معاها. وهي خارجه ما نسيتش تدي جوزها شلوط كويس. الام والبنت مشيوا في الشارع. الام كانت قلقانه، احنا عايزين مؤن كتير بس الفلوس مش هتكفي. البنت طمنتها وقالت لها ما تقلقيش، باشاره واحده سور حديد يتحول ذهب. الام عينيها لمعت، خلاص الفلوس مش مشكله. على طول خدت بنتها لاكبر شركه مقاولات في المدينه. طلبت ابنه لها بيت محصن قوي جدا.